ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده تاريخ بالظبط 15/3. ناس كتير قوي سالتني على ابدا مذاكره امتى. طيب استنى بعد رمضان؟ طيب ذاكر مثلا وقت قد ايه؟ ايه افضل وقت عشان اعرف اجيب فيه تقدير؟ طيب خلينا نقسم الموضوع لكذا جزئيه. اول حاجه، النهارده تبدا تذاكر. ليه؟ شهر رمضان طويل، هيخلص ان شاء الله 10/4، تلاقي نفسك دخلت العيد، تلاقي نفسك فقت على 15/4، هوب تلاقي الامتحان كمان اسبوعين 3. طيب الامتحانات بتبقى امتى؟ لان السؤال ده بيتكرر معايا كتير. الامتحانات بتبقى في من 21/5 نبدا الامتحانات ان شاء الله على اغلب الجمهوريه، يعني الجامعات كلها. تمام. طيب انت لو سبت الوقت ده، طبعا الترم التاني يعتبر قصير جدا. المواد تقيله جدا، محتاجه مذاكره، مش على مستوى طنطا ولا اسكندريه ولا بنها ولا السادات، لا على مستوى الكل. فما تسيبش نفسك في رمضان. طيب ايه اكتر وقت انا اعرف اذاكر واستفيد والم المواد بسرعه في وقت قد ايه؟ كل يوم حدد ساعة واحدة بس. يعني مثلا احنا النهاردة الاسبوع ده او لمدة 3-4 ايام هذاكر ساعة واحدة بس، بعدها هزود نص ساعة، بعدها هزود نص ساعة، بعدها هزود نص ساعة، لحد لما اوصل لحد الامتحان في حدود 4-5 ساعات. طيب انا ليه بطلع تدريجي؟ طبعا النفس بتميل للراحة. لو انت حددت 4 ساعات يوميا على طول كده، هتلاقي نفسك مش عارف تذاكر، الا طبعا الشخص اللي متعود على ده وبقاله فتره بيذاكر. تمام، خليك زي ما انت. انا بتكلم على حد لسه هيبدا دلوقتي. طيب بدات 4 ساعات، هتلاقي نفسك ان انت تعبت، مش قادر تكمل، تاني يوم هتقطع. لا، انت ساعه كل يوم بتداوم عليها افضل من 10 ساعات منفصلين. تمام. يبقى احنا هنبدا بساعه، وبعد كده ل3-4 ايام هنزود نص ساعه، بعدها هنزود نص ساعه لحد لما نوصل 5 ساعات. طيب انا المفروض اذاكر كام ورقه في ال5 ساعات دول او في الساعه دي؟ الموضوع ما بيتحسبش كده. في مواضيع بتتفهم بسهوله، تعرف تلمها بسرعه، وفي مواضيع لا، محتاجه روقان، محتاجه مذاكره مره واثنين وثلاثه. فانا الموضوع مش بالكم، الموضوع بالكيف. دي مهمه جدا. موضوع صعب، انا هضطر ان انا لو صفحه واحده هقعد فيها ساعه، لان هو الموضوع صعب اصلا. تمام. طيب الموضوع سهل، لا ممكن اذاكر 10 صفحات. فانت ما تفكرش او تخلي الشيطان يضحك عليك ويضيع منك الوقت، ركز بس في المعلومه اللي انت بتذاكرها. طيب احنا كده نقدر نقول لو ذاكرنا ساعه كل يوم وزودنا، تقدر تقفل المواد في حدود شهر ونص. هتبدأ تراجع تاني من أول وجديد، وكده كده احنا بننزل جدول المذاكرة آخر شهر من الامتحان. لكن ما تضيعوش وقت رمضان، بالعكس دي فرصة كويسة جدا ذهنيا، ويعتبر روقان كده، تحس ان انت قاعد مع ربنا، تعرف تلم المواد كويس جدا. اشوفكم على خير، واي تساؤل اكتبوا لي كومنت او ابعتوا لي على الواتس او التليجرام، هتلاقوا كل اللينكات الخاصه بيا موجوده تحت وصف الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.